تعزيز الشراكات الثنائية بمختلف المجالات محور مباحثات وزير الخارجية فؤاد حسين في المغرب. دور العراق المحوري في المنطقة كان محل إشادة كبير من الرباط. في إطار زيارته للرباط التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السيد فؤاد حسين نظيره المغربي السيد ناصر بوريطة، حيث أجرى الجانبان مباحثات استعرض خلالها واقع العلاقات بين البلدين ومستقبلها. زيارة وحسب الوزير فؤاد حسين تأتي لتعبر عن أهمية الشراكة المغربية العراقية. في زيارتنا هذه تطرقنا إلى مجموعة قضايا، لكن القضية الأساسية تتعلق بالعلاقات الثنائية وخاصة في الساحات الاقتصادية والتجارية. العراق والمغرب يستطيعان أن يعملا سوية في مجالات مختلفة. بدوره أكد الوزير المغربي على رغبة بلاده في رفع مستوى التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين، معربا عن رغبة المغرب في أن يكون شريكا اقتصاديا للعراق، وأن اللجنة العراقية المغربية العليا ستضع الإطار الفعال لهذه الشراكة. بوريطة جدد بالمناسبة دعم الرباط لعقد القمة العربية المقبلة في بغداد، مؤتمنا دور العراق وجهوده في خلق أجواء إيجابية بين دول المنطقة. العراق هو له دور محوري في كل القضايا العربية، وإن شاء الله القمة العربية المقبلة اللي غتنعقد في العراق غتكون تتويج لهذا الدور الإقليمي المهم اللي كتلعبه العراق والدبلوماسية العراقية في القضايا وفي اللي كتهم الوطن العربي. المغرب دائما مواقفه واضحة وتضامنه واضح مع العراق. ومن المرتقب أن تمنح هذه الزيارة زخما أكبر للعلاقات الثنائية وفي شتى المجالات، والدفع بها إلى آفاق أرحب وفق ما جاء في البيان الختامي للمباحثات العراقية المغربية بالرباط. محليا وضمن مشاريع